السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد ووصفة جديدة، واليوم راح نعمل البسبوسة بالجوز الهند. ويلا نبدي بالمقادير. عندي هنا كوبين سميد ناعم، وهنا كوبين زبادي أو روبة، وهنا عندي كوبين جوز هند مبروش، وهنا عندي كوب زيت، وخليت وياه ملعقتين سمنة حيوانية دهن حر، وهنا أنا عندي بيضة، وهنا أنا عندي نص كوب سكر. وبالنسبة للقشطة حسب اختياركم، تردون تخلون قشطة، تردون لا ما تخلون قشطة. عم نزلتها بالقناة. وهاي مكسرات، والقطر أو الشيرة. الفانيلا حسب الرغبة، تردون فانيلا طعم الفانيلا أو لا. هنا أنا عندي نص كوب حليب سائل. بالبداية أنزل السميد، كوبين سميد، بالتالي أنزل جوز الهند كوبين، وهنا أنا عندي الكيسين فانيلا، أي طعم اللي انتو تردوه. وهنا أنا أنزل نص كوب سكر. نخلي هنا رشة ملح. وهنا أنا نخلي البيضة، وبالتالي الزيت. هنا أنا كوب زيت، وبالإضافة خليت ملعقتين سمنة حيوانية الدهن الحر. وهنا نزلت الحليب، نص كوب حليب، نص كوب حليب سائل. تردون تبدلون الزيت بالزبد أو سمنة حيوانية، ماكو مشكلة. وهنا أنا ننزل الزبادي أو الروبة، البيكنج باودر كيس واحد فقط. نخلط المكونات جيد. تردون كمية أكثر ضعف المكونات. هنا أنا نخلطهن جيد، نظل نخلط بيها لحد ما تصير متماسكة، وهذا قوامها. حسب السميد، إذا شفتوها ثخينة بإيدكم يكون هيجي قوامها يصير. خلولها حليب سائل، لأن أكو سميد يجي خشن، أكو سميد يجي ناعم، حبته تظل ما تتفتح، فخلوله حليب لحد ما تصبح هذا القوام. أنا اكتفيت بالمقادير اللي عندي، لأن السميد ناعم يعني كان متواجد عندي. هذا القوام مالتها يصير. تقريبا 10 دقايق أظل أخلط بيها. أنزل الطبقة الأولى وأسقلها بالقالب، أي قالب عندكم، هيجي مستطيل مربع حسب اللي عندكم. أقسم الخليط إلى قسمين،
قسم الطبقة الأسفل وقسم الطبقة الأعلى. هنا أنا خليت الطبقة الأولى. هنا أنا سويتها تمامًا. هنا أنا راح أخليها بالفرن مدة تقريبا 3 ساعة حد ما أشوف الأطراف يعني صارت حمرا، يعني هنا الطبقة الأولى استوت، وبالتالي أرجع أكمل وياكم. هنا أنا خليتها بالفرن. هنا من بعد 20 دقيقة على نار هادئة شيكتها، الطبقة الأولى مستوية وراح أخرجها. هسه هنا أنا راح نبدي نخلي القشطة، شفتها يعني مستوية، الأطراف صايرة حمرا، يعني الطبقة الأسفل مستوية. هنا أبدي أخلي القشطة هاي موجودة بالقناة، سويتها كلش طعمها طيب وتنفع لجميع الحلويات اللي تحتاج قشطة. هنا نسقي القشطة، يبقى هنا الاختيار إليش تردون تخلون مكسرات، تردون تخلونها بدون مكسرات، هاي حسب اختياركم، جوز، فستق، هنا انتو حسب اختياركم. هنا راح اسقلها جيد. هنا عندي جوز، راح اخليه على القشطة. وارجع اخلي الطبقة الثانية مالت الخليط. راح ارجع اسقلها. هنا راح ارجعها بالفرن مدة تقريبا 25 دقيقة لحد ما نشوف الوجه مالتها يعني تحمص أو صار أحمر، على نار هادئة حتى من الداخل تستوي. هنا أنا نقطعها، تردون تقطعونها حسب رغبتكم أنتم.
هنا عندي هاي قطعة قطعتها. هنا أنا خليتها بالفرن وبدت تتحمص. لونها يكون يصير ذهبي. وهنا أنا عندي كملت من بعد تقريبا 25 دقيقة على نار هادئة. رجعت قصصتها مرة ثانية. وهنا أنا أخلي القطر وهي حارة تنزلون القطر. هنا عندي مكسرات فستق جوز اللي يعجبكم انتو. رائحة كلش طيبة وطعمها ولا أروع. أنصحكم تجربوها. وهنا أنا خلصت حلقة اليوم وأتمنى تنال إعجابكم. ولا تنسونا باللايك والدعم والاشتراك. وأهلا وسهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.